بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في الآيات المعجزات. يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أكثر النبيين في المعجزات، فمنها معجزة القرآن واشتماله على حسن التأليف والبلاغة التي أعجز الفصحاء والبلغاء، فهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وحكي أن بعض بطارقة الروم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت بعد الأسارى يقرأ آية من كتابكم جمع فيها ما أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. وقال الأصمعي لجارية سمعها تتكلم: ما أفصحك؟ فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قوله صلى الله عليه وسلم؟ قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الآية جمع فيها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ومن تأمل القرآن وجد تحت كل لفظة علوما كثيرة لا حصر لها. ومن المعلوم أن سورة الكوثر أقصر سورة فيه، وهي معجزة عظيمة، فكل آية أو آيات بقدرها معجزة. وبه يعلم أن معجزات القرآن أكثر من 2000، وقد انطوى على الإخبار بالمغيبات، كقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية، فتكون الدين وعز في مشارق الأرض ومغاربها. وأخبر عن القرون السالفة والشرائع، واعترف الأحبار والعلماء بصحة كقصة يوسف وموسى والخضر وأصحاب الكهف وغير ذلك. ذكر قوله الآية، قال: فتكون الدين وعز، فتكون الدين وعز في مشارق الأرض ومغاربها. سن الله. في نهاية الباب الماضي ذكر ما يتعلق بخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى، وبعد الشفاعة العظمى عندما حد له ربه حدا، أي من الناس، ليدخلهم الجنة، أي بعد أن أخرجهم من النار. والحديث في صحيح البخاري في آخر كتاب التوحيد يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل النار بذاته الشريفة، ويحرم الله ذات النبي على النار، بل تخاف النار أن تنطفئ من نور النبي، فتقول له: أطفأ نورك ناري. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن النار التي هي كما يتكلم عنها من صفتها حدوث الإحراق، فإن النبي لا يخشاها ولا يخاف منها، بل يدخل فيها ويخرج منها أحبابه، فيجعل الله له أقساما منها يخرجهم في كل مرة. وهذا من خصائصه، وهي أيضا مورثة لوراثه من أهل الله سبحانه وتعالى. Dalam ta'liq ini Syekh mengatakan tentang syafaat Nabi SAW di akhirat. Itu syafaat, antaranya Nabi SAW memberi syafaat kepada orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka lalu dikeluarkan ke dalam syurga. Dan dalam di Sahih Bukhari hujung bab tauhid itu ada menceritakan bahawa Nabi SAW itu masuk ke neraka dengan dirinya, dan masuk ke neraka dengan dirinya untuk mengeluarkan orang-orang yang Nabi beri syafaat, sehingga api neraka itu beredar, takut untuk menyala pun kepada Nabi SAW kerana cahaya Nabi SAW itu. Maka itu juga, cahaya itu juga mengalir kepada sebahagian ahlillah dari kalangan umat baginda SAW. والتنبيه
الأخير المتعلق بالباب الماضي الفرق بين المحبة والخلة واختصاص النبي بالخلة. فالمحبة يشترك فيها الناس وإن كانت درجات، والمحبة هي الميل للمحبوب. وقال بأن الخلة هي شدة الميل حتى يصل هذه الشدة إلى التخلل. التخلل والخلة ليس معناه الحلول والاتحاد، ولكن الخلة يعني شدة العلاقة وقوتها حتى أنها وكأنها تخلل الشيء بعضه بعضا. إذا دخل الشيء في بعضه اسمه تخلل الماء، فهذا التخلل اسمه خلة. فالنبي قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي في ذلك المقام العالي. وهذا مقام لم نجربه ولم يجربه المحبون، مقام الخلة، فهي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. Dalam hadis-hadis sebelum ini Nabi SAW mengkhususkan Nabi sebagai khalil ataupun khullah, maqam khullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada cinta yang biasa. Kerana hullah, kecintaan di tahap hullah itu seolah-olah satu kesebatian antara dua yang sebati, yang saling masuk antara satu sama lain. Dan itu bukan suatu gambaran hulul ataupun kesebatian fizikal, tetapi dalam kesebatian maknawi. Maknanya cinta yang menyatu antara kekasih dengan pencintanya. Itu kedudukan tinggi di dalam mahabbah. وفي آخر الباب ذكر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنواعا لها. وأسماء النبي تكلم عنها كثير من أهل العلم من الذين كتبوا في الشمائل وفي السيرة، وبعضهم أفرد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام بمؤلفات. من الذين ضمنوا أسماء النبي مؤلفاتهم الإمام الجزولي في دلائل الخيرات، وضع فيه 201 اسم، 201 اسم موجودة كلها في قبلة مسجد المدينة المنورة، مسجد النبي على القبلة. 201 اسم من عند باب السلام إلى باب البقيع كلها مكتوبة على القبلة. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام تفوق الحصر، جمعها بعضهم فوصلت 500 في مصنف واحد، وجمعها بعضهم فوصلت 1000. والتحقيق أنها لا تتناهى كأسماء الله. لماذا؟ لأن الله إذا أراد أن يتجلى على الكون فإنه يتجلى على سيدنا محمد، والتجلي يكون بالأسماء والصفات. فما أراد الله أن يتجلى به كان بأسمائه وصفاته، تجلى به على سيدنا محمد، فأخذ سيدنا محمد من هذا التجلي اسما وصفة. فكم عدد أسماء الله وصفاته؟ لا نهائية. وكذلك عدد تجليات الله على نبيه لا نهائية، فكذلك أسماؤه وصفاته صلى الله عليه وسلم لا نهائية. Para ulama membahaskan bab nama-nama Nabi SAW itu, antara yang menghimpunkannya ialah Al-Imam Jazuli dalam Dalail Khairat, lebih kurang 200 lebih nama Nabi SAW. Kemudian ada yang menghimpunkan lebih daripada itu sehingga 500, bahkan ada yang sampai 1000. Cuma secara tahqiqnya, secara yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada batas bagi nama Nabi SAW yang kita tahu, kerana nama-nama Nabi SAW itu seluas tajalliyat Allah, penzahiran Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada bahagian tajalli kepada nama-nama Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, nama-nama Nabi SAW itu tidak sebatas, sebagaimana Allah SWT menzahirkan nama-namanya juga yang tidak terbatas. وأسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه أقسام، فقسم منها للتعريف بذاته مثل محمد، وقسم منها للتعريف بباطنه وسره مثل أحمد
وقسم منها وصف من ربه له، مثل قوله ربه له نبي رسول مصطفى، هذا كله وصف في سيدنا محمد. وقسم منها للناس، نبي الرحمة، نبي الملحمة، صاحب التاج، صاحب القضيب، صاحب اللواء، هذا كله من أجل الناس. فأقسام التسمية فيه صلى الله عليه وسلم 3 على هذا. Jadi ada pembahagian nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersesuaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah tentang dirinya, yang merupakan jadi yang pertama ialah sifat memang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua wasfun itu penyifatan, maknanya disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maknanya iktibar lah, kalau dalam akidah ni dipanggil iktibariyah, disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah iktibar kepada manusia lain, seperti Nabi rahmah dan sebagainya, itu ialah iktibar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungannya, nisbahnya kepada orang lain. واشتمل على براهين وحجج ساطعة قاطعة كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآية ولا يمل السامع ولا قارئه بل يستلذ بتكراره ويؤنس به. ومنها انشقاق القمر، قال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، وفي رواية فرقتين وفي رواية مرتين، فقال كفار قريش سحركم محمد. ومنها حبس الشمس، فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال أصليت يا علي؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قال الأسماء فرأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض. ومنها نبع الماء بين أصابعه، أخرج مالك عن أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس كلهم. قيل كم كنتم؟ قال زهاء 300. وعن جابر رضي الله عنهما عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، فأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوته فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. وفيه كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. ومنها تكثير الماء القليل، ففي الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة تبوك أنهم وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك، فغرفوا بأيديهم حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده وأعاده فيها فجرت بماء كثير. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش في بعض الأسفار فوجداها فأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتها وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاده فيهما فملأ الناس أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملأوه. قال عمران ويخيل إليه أنهما لم يزدادا غلا امتلاء، ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواج حتى ملأ ثوبها وقال اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. فأتت أهلها وقد احتبست فقالوا ما حبسك؟ فقالت العجب، وذكرت لهم القصة فكانت سبب إسلامهم.
ومنها تكثير الطعام. أخرج مسلم عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا بنحر بعض ظهرنا، فدعا نبي الله ببقية الأزواد فجمعه على نطع، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه. وفي رواية: ونحن 1400. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وكانوا 40 منهم قوم يأكلون الجذع ويشربون الفرق، وهو 12 مدا، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي كما هو. دعا بعس أي إناء كبير فشربوا حتى رووا، وبقي كما هو. ومن ذلك جراب أبي هريرة رضي الله عنه: أطعم النبي صلى الله عليه وسلم من قبضة منه الجيش، ودعا بالبركة في بقيته. قال أبو هريرة: فأكلت وأطعمت منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن أنتهب مني في قتل عثمان رضي الله عنه. وأروى صلى الله عليه وسلم أهل الصفة من قدح لبن. ومنها كلام الشجر والجمادات. أخرج البغاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء أعربي فقال: يا أعربي هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: ومن يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. فأقبلت حتى قامت بين يديه فاستشهدها 3، فشهدت أنه كما قال، ثم رجع إلى مكانها. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما أن الشجرتين التأما على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم افترقا. ونحوه عن علي رضي الله عنه وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في كفه، ثم كف أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. ومنها حنين الجذع، وهو في الصحيح، وراه من الصحابة 14 منهم أنس وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم. قال جابر رضي الله عنه: كان المسجد مسقوفا على جذوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية: حتى ارتج المسجد وكثر بكاء الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت، وأمر به فدفن حتى تحت المنبر. وكان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ونحن نسمع تسبيحه. وعن علي رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نواحي مكة، فلما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ومنها إذعان الحيوانات له. فعن عمر رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمحفل من أصحابه ومعه ضب، فقال: واللات والعزى، لا أؤمن بك أو يؤمن بك هذا الضب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا الضب. فأجابه بلسان يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين القيامة. قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، في الجنة رحمته، في النار عقابه. قال: من أنا؟ قال: رسول الله رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذئبا قال للراعي غنم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحدث أصحابه بالقصة، ثم أسلم وعاد إلى غنمه، فوجد الذئب بحفظها فذبح له شاة. ومنها سجود البعير له، وكان لا يدخل أحد الحائط حيث إلا شد عليه. ومنها ما كان من شأن الحمار الذي أصابه بخيبر وسماه يعفورا، فإنه كان يوجه إلى الدور أصحابه يستدعيهم فيضرب الباب برأسه، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تردى في بئر جزعا وحزنا.
ومنها إحياء الموتى وكلام الصبيان وإبراء المرضى. أخرج أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة سمتها فأكل منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإن أخبرتني أنها مسمومة فقال لليهودية ما حملك على ما صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك فمات منهم بشرب براء. وعن الحسن رضي الله عنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية في وادي كذا فانطلق معه فناداها باسمها فخرجت تقول لبيك وسعديك فقال إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما فقال لا حاجة لي بهما وجدت الله خيرا لي منهما. وعن فهد بن عطية رضي الله عنه جيء النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يوم بدر فقال له من أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقعت هذه القصة بمكة في حجة الوداع وكان المولود يسمى مبارك اليمامة. وأصابت عين قتادة بن نعمان رضي الله عنه يوم أحد حتى وقعت على وجنته فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعها فكانت أحسن عينيه وكانت لا ترمد. وعن حبيب بن فديك رضي الله عنه أن أباه بيضت عيناه فنفث فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80 سنة وبصق في عيني علي رضي الله عنه وكان رامدا يوم خيبر فأصبح بارئا ورد يد معوذ بن عفراء رضي الله عنه فلصقت يوم بدر. ومنها إجابة دعائه عن حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. وأخرج البخاري رحمه الله دعاه لأنس رضي الله عنه اللهم اكثر ماله وولده قال أنس رضي الله عنه كثر مالي وإن ولدي اليوم نحو 100. ودعا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالبركة فحفر الذهب من تركته بالفؤوس وأخذت كل زوجة 100,000 وكن 4 واعتق يوما 30 عبدا وتصدق ب700 بعير بأمالها. ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه بأحد العمرين فاستجيبت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم أغثنا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يمسكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام والبطون الأودية فانجابت أي انقشعت عن المدينة. ودعا لعلي رضي الله عنهم أن يكفى الحر والبر فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء. ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق ملكه فلم تبق له باقية. ومنه ظهور بركاته في البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه قصير الخطوة قال وجدنا فرسك بحرا فكان بعد لا يجارى أي لا يسابق. وفي البزار رحمه الله أن سلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على 300 ودية كلها تعلق غرسها له النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرس سلمان رضي الله عنه فأطعمت كلها من عامها إلا واحدة فقالعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت. ومسى على رأس عبادة بن صامت رضي الله عنه فمات وهو ابن 80 سنة ولم يشب. ومسى وجه قتادة بن ملحان رضي الله عنه فكان لوجهه بريق مثل بريق المرآة ورمى وجوه الكفار يوم حنين بقبضة من تراب وقال الشاهت الوجوه فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم. وفي الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
ومنها إجاره بالغيب. ففي أبي داود رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى يوم القيامة إلا حدثه به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا رآه. وأعلم بفتح مكة واليمن والشام والعراق وما يفتح الله على أمتي من الدنيا وما يحدث بينهم من الفتن وافتراقهم على 73 فرقة وتسلط شرارهم على خيارهم، زحال الخوارج وصفاتهم، والسب آخره هذه الأمة أولها، وأن الخلافة بعده 30 فطانت إلى آخر مدة الحسن، وأن في ثقيف كذابا ومبيرا أي مهلكا فكان الحجاج والمختار، ولا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، وأن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها. وقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فقيل عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وأطلع الله على أسرار المنافقين وغير ذلك مما لا يحصى. وأما خصائصه صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته فيدل لها كثيرة، منها نصره بالملائكة، قال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم الآية، وفي أخرى ب3,000، وكانت الملائكة يوم بدر سيقولون وكانت الملائكة يوم بدر سيقولون للمؤمنين: أثبتوا فإن عدوكم قليل وإن الله معكم. وسمع جماعة زجر الملائكة خليها، ورأى بعضهم تطاير رؤوس الكفار يومئذ، ورأوا جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. ومنها طاعة الجن له، وقد رآهم ابن مسعود رضي الله عنه ليلة وفد جن نصيبين وسمع كلامهم. ومنها عجائب ليلة مولده صلى الله عليه وسلم من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيض بحيرة طبرية وخمود نار فارس، وكان لها 1000 عام توقد. ومنها أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر، وأن الذباب لا يقع عليه. ولما رآه بحير الراهب قال: هذا رسول الله يبعثه الله رحمة للعالمين. فقالوا: بما علمت ذلك؟ قال: لما أشرفتم لم يبقى شجر ولا حجر إلا سجد، ولا يسجدان إلا لنبي. ولما أقبل كان عليه غمامة تظله، وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 9 سنين. ومنها أخرج البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك بحراء انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فقال له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ما ترى؟ فأخبره عن رؤية الملك. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي شابا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ومعجزته صلى الله عليه وسلم لا تحصى، وآيته لا تستقصي، وفي هذا القدر كفاية لهذا المختصر. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات، وكلمة معجزة تدخل في كلمة خصائص، وأوتي دلائل، وكلمة دلائل تدخل أيضا في معنى خصائص، لكن بينهما فروق. وأول هذه المعجزات هو القرآن الكريم الذي جعله الله كنص مقدس معصوم مختار من الله سبحانه وتعالى، منقول إلى نبيه كما هو، ليس للنبي فيه تصرف. فالقرآن معجز، وذكر بأن إعجاز القرآن في نظمه وفي أخباره، أنه يخبر بالأشياء التي لم تقع كيف تقع،
وأنه أيضا في لفظه لا يستطيعه أحد. وأصبحوا يعدون المعجزات التي في القرآن على عدد الآيات، حتى قالوا بأن المعجزات في القرآن تصل إلى 2000. أما عدد آيات القرآن فإنها تزيد على 6000، وعليه فكل آية في القرآن هي معجزة. فالقرآن 6000 آية معجزة بغير الأخبار التي فيه، التي هي إعجاز آخر، التي تتجاوز 2000 معجزة أخرى. فهذه معجزات النبي في القرآن فقط. Dalam bab mukjizat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat yang banyak dalam riwayat-riwayat, tapi yang paling besar ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah kita ini sebagai mukjizat, melemahkan orang lain untuk mendatangkan seumpamanya. Dan mukjizat itu ada beberapa sisi dalam Al-Quran. Antaranya ialah ijaz, tidak boleh ditiru. Maknanya di setiap Al-Quran 6,000 ayat itu semuanya itu melemahkan orang untuk mendatangkan seumpamanya dari sudut bahasanya, dari sudut isi kandungan dan sebagainya. Itu ialah mukjizat yang paling utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأما ما يتعلق بخصائصه والتي هي نوع من المعجزات أيضا، فالخصائص شيء معجز لكنه خاص به بشخصه. فعندما ترى أن عرق النبي طيب وليس له رائحة كريهة، هذا من الإعجاز لكنها خصوصية. عندما ترى الماء ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة لمن؟ لأصحابه. أصحابه قد آمنوا به، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكنها تصنف على أنها من دلائل النبوة، هي تدل على النبوة، لكنها لم تأتي لإعجاز الصحابة، لأن الصحابة قد آمنوا. لو كانت أمام الكافرين كنا سنسميها معجزة، لكنها إذ كانت مع الصحابة المؤمنين فنسميها دلائل، ونسميها نصرة، ونسميها إعانة، وهي في العموم تدخل في معنى الإعجاز. ولذلك ما يحدث على يد النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارق أحيانا نقول عليها معجزة إذا كانت للتحدي مع الكافرين، وأحيانا نقول عليها خصوصية إذا كانت تبرز كمالات النبي التي أعطاها الله لرسوله الشخصية، وإذا كانت لإعانة الجيش وإعانة أصحابه نسميها دلائل. فكل ذلك يدخل في باب المعجزة من باب التجوز في اللفظ. وأهل العلم كتبوا في هذه المعجزات والدلائل كتبا كثيرة جدا. بعضهم قال أنها 100 معجزة، وبعضهم قال 500 مثل أسماء النبي، وبعضهم قال 1000، وبعضهم قال لا تحصى. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perkara-perkara luar biasa lah. Ini banyak nama-nama yang terkait dengan perkara luar biasa. Khariq lil adah ini pertama itu disebut mukjizat secara umum. Itu kalau ianya melemahkan musuh untuk mendatangkan seumpamanya, maknanya mencabar kepada musuh. Adapun ada juga perkara-perkara luar biasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat menzahirkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menzahirkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak ada kena-mengena dengan untuk memberi sesiapa beriman ke ataupun mencabar orang-orang tak beriman. Tetapi memang itu ialah apa yang Allah serlahkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai khasais, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirinya itu sendiri begitu dengan kemuliaannya yang luar biasa. Kemudian ada juga perkara-perkara luar biasa yang boleh dikaitkan sebagai keperluan kepada para sahabat untuk memberi kebenangan ataupun membantu para sahabat yang memerlukan perkara luar biasa itu, maka tidaklah dinamakan mukjizat kerana para sahabat sudah beriman. Mukjizat ini adalah tentang kepada mereka yang tidak beriman. Jadi
yang luar biasa yang berlaku kepada para sahabat, yang Nabi SAW lakukan kepada para sahabat, itu juga dinamakan sebagai ad-dalail. Jadi apa saja namanya, mukjizat ke, khasais ke, dalail ke, itu merujuk kepada satu nama tentang keistimewaan perkara luar biasa yang ada pada diri Nabi SAW. وتجد مثل القرآن السنة، فالقرآن هو اللفظ الذي نزل به جبريل من عند الله على لسان وقلب سيدنا محمد، نزله على قلبك. والسنة هي اللفظ الذي خرج من لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنشاء ومن الله عصمة، فكانت السنة معصومة كالقرآن، أي محفوظة من الخطأ، لكن القرآن توقيفي من الله باللفظ والحرف، والسنة مخول أمرها إلى عصمة لسان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصار القرآن معجز وصارت السنة أيضا معجزة. لماذا؟ لأن السنة فيها إخبار بالغيب، والسنة أيضا فيها تحد في اللفظ، لا ضرر ولا ضرار. من الذي يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام؟ إنما الأعمال بالنيات. من الذي يستطيع أن يقول مثل هذا اللفظ الجزل الشريف المبارك؟ ألفاظ السنة لا تكاد تجد مثلها على ألسنة البشر، فالسنة معجز. ومن المعجز الذي لم ينبه عليه صفات النبي، أخلاق النبي نفسها، أخلاقه في تحمل الأذى، أخلاقه في الكرم، أخلاقه مع الناس، هذه معجزة. لا يستطيع أحد أن يكون على أخلاق النبي تماما إلا سيدنا رسول الله، وهذا يدل على أن هذه معجزة من المعجزات. Perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi SAW, mukjizat Al-Quran itu juga ada pada As-Sunnah. Al-Quran sebagaimana mukjizah, begitu juga Sunnah. Walaupun beza Al-Quran dengan As-Sunnah itu lafaznya daripada Allah secara tauqifi, Sunnah daripada Nabi SAW lafaznya, tapi maknanya pun daripada Allah SWT. Maka kedua-duanya itu mukjizat. Bahkan lafaz Al-Quran, lafaz hadis pun ada unsur mukjizat. Kata Syekhna, lafaz hadis Nabi SAW pun ada mukjizat, dan Al-Quran itu mukjizat. As-Sunnah itu juga sebenarnya adalah mukjizat. Bahkan akhlak peribadi diri Nabi SAW itu juga mukjizat, kerana tidak boleh dibuat orang. Akhlak Nabi SAW itu tak ada siapa yang boleh berakhlak seumpama akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi itu lemah untuk orang meniru sesempurna Nabi SAW. Walaupun ini contoh yang sempurna, tetapi tidak ada orang yang boleh menyaingi ataupun menyamai kesempurnaan akhlak baginda Nabi SAW. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام. يعلم أنه يجب الإيمان بما جاء به، فقد قال سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وأفضل الأعمال التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فإن الصدق بقلبه ولم يقدر على النطق فمؤمن على الصحيح، لحديث يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وفي هذا القسم 4 أبواب. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وأخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اقتداء به في القول والفعل.
وقال سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وقال عمر رضي الله عنه ونظر إلى الحجر الأسود والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. وقد أوعد الله بالعذاب من خالفه بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. الباب الثاني في لزوم محبته وثوابه وحال السلف في حبه ونصيحته صلى الله عليه وسلم. أما لزوم محبته فقال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم الآية. وأما ثواب محبته ففي البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت كبير صلاة ولا صوم ولكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. وروي أن رجلا كان يديم النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالك؟ فقال بأبي أنت وأمي أتمتع من النظر إليك فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله وأخشى أن لا أراك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وأما حال السلف في حبه صلى الله عليه وسلم فقد قاله عمر رضي الله عنه أنت أحب إلي من نفسي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق رحمه الله أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا وكما تحبين. فلما رأته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل أي هين. وذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله فقيل له أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فانتشرت. قال أبو سفيان رضي الله عنه ما رأيت من أحد يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يحب من اتصف بكمال الأخلاق الظاهرة والباطنة وأنقذ أمته من الغواية وارشدهم إلى الهداية وخصهم بالكرامة في دار المقامة وشرفهم على سائر الأمم يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال السمرقندي رحمه الله تكون حجة على من خالفكم والرسول حجة عليكم. وأما نصيحته ففي أبي داود رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله اعتقاد وحدانيته ووصفه بما هو أهله وتنزيه عما لا يجوز عليه والإخلاص في عبادته. والنصيحة لكتابه العمل بما فيه والذب عنه. والنصيحة لرسوله التصديق بما جاء به وتخلق بأخلاقه ونصره حيا وميتا. ونصيحة أئمة المسلمين طاعة في الحق ومعونتهم فيه وتذكيرهم إياه. ونصيحة العامة إرشادهم إلى مصالحهم وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم. نعم، ذكر بابا أفرده في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان به فرض عليه الصلاة والسلام،
ومن خصائصه أن الإيمان بالله وحده لا ينفع صاحبه. يعني إنسان يؤمن بالإله، خلاص الإله هو كل شيء، الله لا يقبل الإيمان به إلا إذا كان بالإيمان مع رسول الله. فمن خصائصه أن الإيمان بالله لا ينفع إلا إذا كان إيمانا مقرونا مع رسول الله. والباب الثاني باب متعلق بالمحبة، فقال في لزوم محبته وثوابها وحال السلف. لزوم المحبة، والمحبة تأتي بعد الإيمان، لكنه بدأ بالإيمان، أي بدأ بالمقصود والمطلوب، ثم ثنى بالطريق إلى هذا الإيمان وهو حصول المحبة. وكيف تحصل المحبة؟ تحصل بالباب الذي بعده، لزوم توقيره وعادة السلف في ذلك وتعظيم رواية حديثه. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه معرفة. يعني كيف يعظم النبي إذا لم يكن يعرفه؟ فكأنه يقول لك إن أردت أن تؤمن به وأن تحبه فعليك أن تعرفه حتى توقره وتعظمه، فإذا عرفته أحببته، وإذا أحببته آمنت به. فطريق الإيمان هو معرفة سيدنا رسول الله. Dalam satu bab Imam Qadhi Iyad ataupun Al-Malizi ini membuat satu bab khusus tentang iman kepada Nabi SAW. Itu ada kaitan dengan mahabbah, cinta kepada Nabi SAW. Itu menunjukkan kefarduan, ya, ke atas setiap Muslim untuk mencintai Nabi SAW dengan cinta yang dituntut oleh baginda Nabi SAW. Itu mengatasi segala-galanya. Jadi iman itu adalah permulaan kepada kecintaan kepada Nabi SAW. Tak ada orang boleh beriman kepada Allah sebagai iman yang tersendiri tanpa keimanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian keimanan kepada Rasulullah SAW itu tidak akan sempurna melainkan dengan luzum perkara-perkara yang menjadi kelaziman bagi iman itu. Antaranya ialah mahabbah. Jadi mahabbah ini ada asalnya iaitu iman, kemudian ada bagaimana tarik jalan menuju kepada mahabbah itu. Yang disebutkan bermula dengan ta'rif, kita mengenal baginda Nabi SAW dan menambah kepada pengenalan itu sifat-sifat lain yang ada tumbuh dalam diri kita seperti ta'zim, mengagungkan Nabi SAW dan sebagainya. Itu semua yang mendorong kita mencintai kepada Nabi SAW. وباب المحبة هو باب يدخل في معنى كلمة العمل، ولذلك بوب البخاري وبوب السلف الصالح على ما يقع في القلب من معان ومشاعر بأنها أعمال القلوب. باب الإيمان عمل القلب، الإيمان الذي هو التصديق سماه عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله الرجل: إذا كان معي عمل قلب وليس معي كبير عمل جوارح هل ينفعني؟ قال: نعم ينفعك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعددت؟ قال له الرجل: ما أعددت كبير صلاة ولا صوم ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقبل منه محبته مع ضعف عمله. أما العمل فإنه لا ينفع صاحبه إلا إن كان معه حب وإيمان، والإيمان والحب ينفع صاحبه حتى وإن لم يكن معه عمل الجوارح. لماذا؟ لأن الإيمان والمحبة في أصلهما عمل أيضا، فالاعتقاد يشمل الاعتقاد مع العمل. أما العمل وحده فإنه قد يشاركك فيه المنافق، والمنافق ليس له اعتقاد أو محبة ولا نجاة. Jadi iman itu, mahabbah itu ada hubungannya dengan amal. Disebutkan para ulama, amal itu ada zahir dan batin, ya, ada amal luar dan dalam. Bahkan amal batin ini lebih ditekankan, ya. Mahabbah itu ialah amal batin, amal dalaman, amal qulub.
Dan amal hati ini penting dalam melengkapkan iman itu sendiri, sehingga dalam hadis itu menyebut orang itu tidak banyak amal zahirnya tetapi mempunyai amal batinnya, iaitu cinta kepada Nabi SAW, maka itu sudah memadai, kata Nabi SAW, sudah memadai. Kekurangan kepada amal zahir tetapi mempunyai hati yang sempurna cintanya kepada Nabi SAW, itu jauh lebih baik daripada amalnya zahir tetapi tidak ada amal hati dalam bentuk cinta Nabi SAW dengan cinta yang dituntut. Maka kerana itu ulama menjelaskan kenapa orang yang beramal dengan amal, kenapa orang yang ada cinta tapi amalnya kurang, itu lebih bagus daripada orang yang ada amalan zahir tetapi hatinya tidak ada cinta kepada Nabi SAW. Maka kata ulama, kerana cinta kepada Nabi itu sendiri ialah amal juga. Jadi tidak ternafi, mana tidak ada orang yang mencintai tanpa amal, kerana cinta itu juga sebahagian daripada amal. الباب الثالث في لزوم توقيره وعادة السلف في ذلك وتعظيم رواية حديثه وتوقير آله وأصحابه ومشاهده. فأما لزوم توقيره فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعزروه يجلوه، وقرئ يعزروه بزايين من العز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه بعد نزولها يحدثانه سرا، فأنزل الله سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأما عادة السلف في ذلك ففي الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس وفيهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فلا يرفع أحد منهم بصره إلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. وقال عروة بن مسعود رضي الله عنه: إذا توضأ كادوا يقتتلون عليه وضوءه، وإذا بصق تلقوه بأيديهم ودلكوه به وجوههم، وإذا سقطت شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم ولا يحدون إليه النظر تعظيما له. عن المغيرة رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. ويسأل ابن الشيم رضي الله عنه: من أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله تأدبا معه. وكان بعض التابعين فمن بعدهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يصفر لونه، ومنهم من لا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه. وأما تعظيم رواية حديثه فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أتاه الناس لطلب المسائل خرج إليهم بحاله، وإن طلبوا الحديث دخل اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع على رأسه رداءه وجلس يبخر بالعود حتى يفرغ من الحديث. وقال ابن مبارك رضي الله عنه: كنت عنده وهو يحدثنا فضربته عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ولم يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس قلت: رأيت منك عجبا. فقال: صبرت إجلالا للحديث. وسأل رجل بن المسيب
رحمه الله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه وقال: كرهت أن أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وأما توقير آله وصحابته فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وابنيها وعليا وجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وفي رواية وعمه العباس رضي الله عنه. وفي مسلم رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله في أهل بيتي. فقيل لزيد رضي الله عنه: نساء من أهل بيته؟ قال: نعم، وأهل بيتي من حرم الصدقة: آل علي رضي الله عنه، وآل جعفر رضي الله عنه، وآل عقيل رضي الله عنه، وآل العباس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم بما لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وقالوا أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وعن الشعبي رضي الله عنه: قربت لزيد بنت ثابت رضي الله عنه بغلته ليركبها، فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابه، فقال زيد: خل عنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا. فقبل زيد رضي الله عنه يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فيجب الاقتداء بهم وبرهم والإمساك عما شجر بينهم وذكر فضائلهم، فقد قال سبحانه وتعالى في حقهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي الحديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبا بكر رضي الله عنه فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله عنه فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا رضي الله عنه استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحابه برئ من النفاق، ومن انتقص واحدا منهم فهو مبتدع، وأخاف ألا يصعد عمله إلى السماء حتى يحبهم. وأما تعظيم أثاره صلى الله عليه وسلم فعن صفية بنت نجدة رضي الله عنها: كان لأبي محذورة رضي الله عنه في مقدم رأسه قصة إذا أرسلها أصابت الأرض، فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: كيف وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وكان في قلنسوة خالد رضي الله عنه شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم، فسقطت ببعض حروبه فشد عليها شدة أنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل، فقال: خفت أن أسلب بركاتها وتقع في يد المشركين. وكان مالك رحمه الله تعالى لا يركب بالمدينة، وقال للشافعي رحمه الله: أستحي أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. وحكي أن بعض الأشياء تناول قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه ووضعه على ركبته ليكسره، فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول. وأما تعظيم مشاهده فقد كان بعض السلف حين يرد المدينة زائرا يترجل ويبكي. وقع ذلك لجماعات كثيرة، كيف وهي بلدة عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل صلى الله عليه السلام وميكائيل عليه السلام،
واشتملت تربتها على سيد البشر وانتشر عنها من الذكر والسنة ما انتشر. النبي عليه الصلاة والسلام كل ما اتصل به يأخذ حكمه. أشياء النبي، ما حول النبي، من انتسب إلى النبي، أصحاب النبي، زوجات النبي، ذرية النبي، مكحلة النبي، سيف النبي، نعل النبي، كساء النبي، حجرة النبي، مدينة النبي. كل المسلمين الذين ينتسبون إلى النبي حرمتهم أعظم من حرمة الكعبة. لحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة عند الله. لما؟ لأنه انتسب للنبي. فكيف بأصحاب النبي؟ وكيف بزوجات النبي أمهات المؤمنين؟ وكيف بالزهراء فاطمة والحسنين وذريتهما آل البيت الكريم عليهم السلام؟ وكيف بأشياء النبي المعظمة المكرمة؟ هذا كما رأينا أن سيدنا الإمام مالك إذا مشى في المدينة يمشي وهو حافي القدمين تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. Dalam hubungan mencintai Nabi SAW ini ada suar, contoh-contoh tadi boleh dibacakan, ada juga terjemahan-terjemahannya, itu ta'zim, ya. Para salafus soleh itu mengagungkan baginda Nabi SAW. Apa sahaja yang berhubungan kepada Nabi SAW, para sahabat, bumi Makkah, Madinah, apa sahaja yang berhubungan kepada Nabi SAW itu dimuliakan. Tidak sama orang yang beriman tanpa pernah melihat Nabi SAW dengan para sahabat yang beruntung beriman dan melihat Nabi SAW. Jadi tidak akan sama. Bahkan Imam Malik sendiri dengan memuliakan apa yang berhubungan dengan Nabi SAW itu malu untuk memakai capal di bumi Madinah, kerana dihubungkan tanah Madinah itu dengan jasad baginda Nabi SAW. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana yang terhubung ke Nabi SAW, termasuklah ahli keluarganya dan sebagainya, itu semua ada hubungannya, kemuliaannya dengan Nabi SAW. سيدنا الإمام مالك كان لا يطأ بالدابة ولا يمشي على أرض بنعله في المدينة لأنها أرض مشى عليها رسول الله. سيدنا الإمام الشافعي هو تلميذ مالك، فكان يفعل مثل فعل مالك. ما الذي جعله يفعل مثل فعل مالك؟ لأنه وجد محبا علمه الحب، ووجد معظما لرسول الله علمه التعظيم. ولماذا أولئك السلفيون لا يعظمون رسول الله؟ لأنهم لم يجدوا معظما لرسول الله يعلمهم ذلك التعظيم، ولم يجدوا محبا لرسول الله يعلمهم ذلك الحب. فكل من طلب سبيل المحبة والتعظيم لرسول الله وهو حقه الواجب، فإن طريقه أن يصحب محبا وأن يصحب معظما لجناب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم منه ذلك بحسه وسمعه وبصره، لا عن طريق الكتب، بل أن يجالسه ويصحبه. وهذه فائدة صحبة شيوخ الطريق، أنهم يعلمون الإنسان حب النبي وتعظيمه عمليا وليس نظريا. Hatta Imam Syafi'i juga dikatakan mengikut jejak Imam Malik, mencontohinya kerana melihat bagaimana Imam Malik mentakzimkan Nabi SAW. Dan apa yang menjadikan Imam Syafi'i buat begitu kerana melihat contoh seorang pencinta menzahirkan cintanya kepada Nabi SAW. Ini suatu perkara yang sangat penting. Kenapa kita lihat ada golongan Salafiyah misalnya yang mempunyai sifat yang tidak boleh, tidak senang dengan takzim kepada Nabi SAW, kerana mereka tidak mengambil suhbah kepada para masyayikh. Mereka tidak melihat contoh hidup orang-orang yang memuliakan, mengagungkan Nabi SAW. Benda ini tidak boleh diambil daripada kitab-kitab, tak boleh. Perlu mengambil daripada suhbah, bersahabat dengan para muhibbin. Maka dengan demikian barulah orang itu mewarisi
pewarisan mahabbah tadi. الباب الرابع في الصلاة والسلام عليه، وهي فرض عين لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، واختلفوا في وقت وجوبها على أقوال. الأول في كل صلاة. قال إمامنا الشافعي رحمه الله من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فصلاته باطلة. الثاني مرة في العمر. قال الإمام مالك وأصحابه من صلى عليه مرة في عمره سقط عنه الفرض. الثالث في كل مجلس. الرابع في أول كل دعاء وآخره. الخامسة كل ما ذكر. وشد أبو جعفر الطبري رحمه الله فحمل الآية على الندب، ورد في الحديث مواطن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم منها الدعاء. وفي الترمذي رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء معلق بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الصلاة عليه عند ذكره. قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومنها يوم الجمعة. روى النسائي رحمه الله عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. ومنها دخول المسجد. ومنها ابتداء الكتب وختمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وقد تساهل بعض الناس في ذلك حتى إن بعض المتصوفة الجهال استفتح كتابه بلفظ الله فقط، وذمه بعض الفضلاء بقصيدة يطول ذكرها. وأما كيفية الصلاة عليه فأكمل ما روى فيها ما خرجه الدارمي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عدهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عدهن في يدي جبريل، وقال هكذا نزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان سلمة الكندي رحمه الله يعلم الناس اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركتك ورأفة تحننك على محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومونرات الإسلام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المحزون وشهيدك يوم الدين ورسولك بالحق رحمة للعالمين. اللهم أفسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات وزده من فوز ثوابك وجزيل عطائك. اللهم علي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزوله وأتم له نوره وجزه من تعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم.
وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فليقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره وشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. وأما فضل الصلوات عليه والذم تاركها فأخرج مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلى الله عليه 10 ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي أن يكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل للوسيلة حلت عليه الشفاعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وفي رواية وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه علي إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. عن جابر رضي الله عنه: إلا تفرقوا عن مثل ريح الجيفة. وأما تبليغ الصلاة عليه فأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي على نأي أي بعد بلغته. وفي أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه. وأما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فالأكثرون على الجواز محتجين بقوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وبالأحاديث المأثورة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأتباعه. وقال جماعة هي من خواص الأنبياء محتجين بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلى إلا على نبي. وكذا قال مالك رحمه الله وسفيان الثوري رحمه الله. من كلام الإمام مالك رحمه الله: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. قال القاضي رحمه الله: لأن الله خصهم ذلك تكريما وتوقيرا كما خص من عداهم بالتراضي. قال سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجمع بعض المحققين بأنها تجوز على غير النبي بحكم التبع والإضافة إليه كما في الأحاديث لا بالانفراد. وما ورد من حديث اللهم صل على آل أبي أوفى فجاء مجرى الدعاء لا تعظيم وتوقير كما في حق الأنبياء. وما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فسنة مجمع عليها، ولم يزل السلف والخلف ممن حج يقصدون المرور بالمدينة والصلاة بالمسجد النبوي وتبرك بآثاره وآثار أصحابه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني في المدينة محتبسا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة. في رواية: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. وأما كيفية الزيارة فيستحب لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأن يصلي في الروضة ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ثم تقف عند القبر متواضعا وليكثر من صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا أكرم الخلق على الله قليلا. ويزور أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ويرتضي عنهما، وإذا أراد الخروج فعل كذلك.
وأما فضل المدينة فقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أي من النار في قول أكثر المفسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد هو؟ قال: مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة. وفي أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة من الآمنين. ومثله في من مات بأحد الحرمين مكة والمدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، أي لأنه أفضل من مسجد المدينة على ما اختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب رحمه الله وعطاء رحمه الله وغيرهم. ويدل لذلك حديث ابن زبير: صلاة المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد هذا ب100 صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في سائر المسجد ب100,000 صلاة. قال الطحاوي رحمه الله: وهذا في صلاة الفرض. وقال غيره: إن النافلة كذلك. وذهب مالك رحمه الله وجماعة من أصحابه إلى تفضيل المدينة، وقالوا عن الحديث أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المسجد ب1000 صلاة إلا المسجد الحرام ب900. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه أكثر المدنيين. ولا خلاف بين المسلمين أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض وأشرفها لما حوى من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الرابع في فضل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي تنافس فيه المسلمون في صيغ الصلاة على النبي، فتجد كثرة الصيغ التي تضمنت في الكتب لا تستطيع عدها. كل إنسان له صيغة يصلي بها على رسول الله، وكل صيغة تعرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية بأن هذه الصيغة تعرض على النبي باسم المصلي على النبي وبنسبه باسم أبيه، فيذكر له فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله بصيغة كذا وكذا. وهي كما يتبارى الناس في الهدايا، هذا يدخل بهدية وهذا يدخل بهدية، فأيهم يدخل بهدية يقبلها قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تنافس الناس في صيغ الصلوات محبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam bab ini ringkasnya menceritakan tentang keutamaan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disenaraikan sirah lafaz-lafaz selawat yang pelbagai itu, bahkan tidak terbatas lafaz-lafaz selawat yang ada disandarkan kepada salafus soleh. Maka ini menunjukkan kelapangan dalam bab ini untuk menyusun selawat-selawat sendiri yang kita sampaikan sesuai dengan keadaan kita kepada Nabi SAW. Bahkan semuanya dihargai sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi hargai dan Nabi SAW menjawab semula selawat-selawat kita itu sebagaimana yang disampaikan oleh kita. Maka itu adalah anjuran umum untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يتابع الصلاة عليه من ألسنة الناس ومن جوارحهم. وقد كان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما جاء في الرواية بأنه يكتبه ولا يلفظه،
فجاءه النبي في الرؤيا فقال له: لماذا لا تصلي علي يا أحمد؟ قال: أصلي عليك يا رسول الله. قال: إذا كتبت فقل مثل ما كتبت، يعني إذا صليت علي بالكتابة فصلي علي باللفظ أيضا. وجاءت الرواية معكوسة في بعض الرؤى، والحاصل أن النبي يلاحظ ذلك من أحبابه، يلاحظ الصلاة عليه والسلام وتصله مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. Ada kisah yang diriwayatkan bahawa selawat kita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diperhatikan juga selawat itu dengan lafaz bibir kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika mengarang kitab, maka ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditulis saja selawat sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk tulisan, tidak dilafazkan bersama dengan tulisan itu. Maka beliau bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi dan mengatakan, wahai Ahmad, kenapa kau tidak berselawat ke atas aku ketika kau menulis nama aku? Maka dia kata, aku sudah menulis dalam selawat dalam bentuk tulisan, tetapi selawat itu tidak juga dalam bentuk bacaan. Nabi SAW mengatakan, ketika kau tulis, kau juga kena sebut apa yang kamu selawatkan dengan tulisan tersebut sampai kepada aku dalam kedua-dua bentuk tulisan dan perkataan. Ini menunjukkan Nabi memberi perhatian yang serius kepada sebahagian yang dicintai oleh Nabi SAW dan selawat yang dihantarkan kepada mereka oleh mereka kepada Nabi SAW. وكتب السلف الصالح مليئة بصيغ الصلاة على النبي على ألسنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، فقد أنشأوا صيغا للصلاة على النبي لم ترد عن رسول الله، موجودة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للبيهقي وكتاب الدعاء للطبراني وكتاب فضل الدعاء لابن فضيل وغيرهم من الكتب، وكتب الخطيب البغدادي ككتاب أدب الرواية، فإنه يذكر في ذلك صيغا كثيرة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يكذب ما يدعيه السلفية من أنك لا تصلي على النبي إلا بالصلاة الإبراهيمية، مع أنهم إذا ذكر اسم النبي أمامهم يقولون صلى الله عليه وسلم، وكلمة صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة لم ترد، ولذلك هم يفعلون ما ينكرون. Jadi dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab seperti Musannaf Ibnu Abi Shaybah, Ibnu Razak dan sebagainya, itu sudah menghimpunkan sirah-sirah selawat ke atas Nabi SAW yang tidak ada sandarannya kepada Nabi SAW. Ini banyak salafus soleh membuat sirah selawat-selawat sendiri kepada Nabi SAW tanpa ianya ada dilafazkan sendiri oleh Nabi SAW. Dan itu menunjukkan anjuran yang sebagaimana disebutkan tadi, para ulama menitik beratkan dan mengambil berat berselawat ke atas Nabi SAW dengan apa sahaja sirah ataupun gaya bahasa, ucapan-ucapan yang direka sendiri oleh salafus soleh kepada Nabi SAW. Ini ialah anjuran yang umum bentuknya yang siapa sahaja boleh melakukannya. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن بقعة المدينة التي فيها جسد النبي أفضل من بقعة مكة التي فيها الكعبة، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وهو محل إجماع، حتى أنهم فرعوا على ذلك بأن الصلاة في المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وقالوا بأن حديث 100,000 الذي للكعبة هو متعلق بسائر المساجد إلا مسجد المدينة، أما مسجد المدينة فإنه أفضل من 1000 صلاة من كل المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل منه ليس ب1000 ولكن بأقل من 1000. واستدلوا على ذلك بحديث اللهم اجعل ضعفي ما جعلت من البركة في مكة في المدينة، فدعا للمدينة بالضعف، وهذا يدل على أن كل شيء في المدينة هو ضعف الثواب منه في مكة. Sehingga kan tempat
dimakamkan jasad Nabi SAW itu, Madinah, tempat makam Nabi SAW itu ialah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, lebih mulia daripada Mekah, lebih mulia daripada tapak Kaabah itu sendiri, kerana adanya jasad baginda Nabi SAW. Bahkan tidak ada keutamaan solat lebih utama kepada, melainkan lebih daripada solat kepada masjid di Masjid Nabawi. Adapun kelebihan solat di Mekah, di Masjidil Haram itu dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi, kerana sebagaimana Syekh sebutkan tadi, pahalanya yang digandakan itu tidak sampai kepada apa yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkatan bumi Madinah, yang mengatakan, ya Allah, berkatilah bumi Madinah ini sebagaimana engkau berkati Mekah ataupun lebih daripada Mekah. Maka doa Nabi SAW pastilah dikabulkan oleh Allah. Allah memberkati Madinah dengan keberkatan 2 kali ganda daripada Mekah. القسم الثالث فيما يستحيل أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح أن يضاف إليه. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالمصطفى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظواهرهم متصفة بأوصاف البشر فيما يطرأ عليها من الأعراض والأسقام والموت ليطيق البشر الأخذ عنهم، وبواطنهم متصفة بصفات الملأ الأعلى ليطيق الأخذ عن الملائكة، فهم وسائل بين الله وبين خلقه لتتم الحكمة وتكمل النعمة. الباب الأول في الأمور الدينية، وهي 3 أنواع: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فأما عقد القلب فأجمع المسلمون على أن ما يتعلق بالتوحيد والعلم بصفات الباري جل وعلا فالأنبياء منه على يقين. فأما قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فالمراد غيره، وإن كان الخطاب به يدل على قوله في السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ومثله: لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. وقوله: فلا تكونن من الجاهلين. قال بك بن علاء رحمه الله: ودليل هذا الوجه: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، وكان هو المكذب بفتح الذال، فكيف يكون مكذبا بكسرها؟ وما ورد في باقي الآية التي تشبه هذا الخطاب يجاب عنها بما ذكر. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاسأل به خبيرا. فالمأمور غير النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخبير والمسؤول. وأما قوله سبحانه وتعالى في حق الخليل: رب أرني كيف تحيي الموتى، الآية، فأجيب عنه بأنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا، وبأنه أحب أن يرى منزلته عند ربه وإجابة دعوته. وأما قوله سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، على قراءة التخفيف، فليس المراد أن الرسل ظنوا ذلك بربهم، معاذ الله من ذلك، وإنما المراد أنهم لما استيأسوا وظنوا أن أتباعهم الذين وعدهم بالنصر قد كذبوهم جاءهم النصر من عند الله، وعليه أكثر المفسرين. وقيل الضمير في ظنوا أعد إلى الأتباع من الأمم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير رضي الله عنه وغيرهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي حين جاءه الملك بحراء، فمعناه أنه خشي ألا يتحمل الوحي ورؤية الملك. وأما حديث فترة الوحي من أنه غدا مرارا كي يتردى من الشواهق الجبال،
فالمراد به أنه خاف أن الفترة لسبب عوقب عليه ولم يكن ورد شرع بالنهي عن ذلك، مع أن معمرا راوي الحديث قال فيما بلغنا ولم يسنده. ذكر رضي الله عنه ما يتعلق بجناب الرسل العظيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيفسرها البعض بأن الرسل قد شكوا في وعد الله وأنهم ظنوا بأن النصر لا يأتيهم، ولكن كما ذكرنا في اللقاء الماضي بأن من شروط التفسير المتعلق بالأنبياء إذا تعلق بكلام الله لهم يشترط فيه أن يليق هذا التفسير بحالهم، وهذا التفسير لا يليق بحالهم لأنه يجعلهم في حال الشاك، وحال الشاك لا يليق بكمل المؤمنين أمثال أبي بكر الصديق، فكيف يليق بالأنبياء؟ ولذلك حتى إذا استيأس الرسل أي ظنوا بأن أقوامهم كذبوهم، وليس بأن وعد الله لا يأتيهم، يعني ظنوا بأن أقوامهم هم الذين شكوا في وعد الله لأنبيائه، وليس أن الأنبياء هم الذين شكوا في وعد الله. Dalam ayat yang menceritakan seolah-olah para nabi itu yang menyangka bahawa janji Allah SWT itu tidak datang, sebagaimana disebutkan sebelum ini, kaedah memahami ayat Quran tidaklah boleh sehingga menisbahkan kekurangan kepada para rasul dan nabi alaihimussalam. Maka para ulama menafsirkan ayat itu lebih bersifat para rasul itu menyangka ataupun melihat kepada kaumnya yang mendustakan ataupun tidak percaya dengan janji Allah, janji Tuhan mereka. Maka bukan para rasul yang meragukan perkara itu, tetapi Allah menceritakan tentang kaum mereka. Kaum para nabi dan rasul lah sebenarnya yang sedang meragui apa yang Allah janjikan. وذكر حديث التردي من شواهق الجبال بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما انقطع الوحي كان يتردد إلى أعلى الجبل، وتقول الرواية بأنه كان يحدث نفسه بأن يلقي نفسه من فوق الشاهق أي الجبل، والحديث بهذه الصورة مروي هكذا عن الراوي أي هو التابعي، وإن كان الإسناد فيه انقطاع وإرسال من عند الزهري لأنه من صغار التابعين، لكن الرواية ليس فيها أن النبي قال ذلك، وإنما فيها أن ذلك التابعي يروي القصة التي فيها انقطاع الوحي بأن النبي كان يصعد إلى أعلى الجبل وكأنه أي هو يتخيل وكأن النبي يريد أن يلقي نفسه أي من شدة انقطاع الوحي، فذلك التابعي يتخيل حال النبي أنه مثل حاله لو انقطع الوحي ماذا سيصنع؟ لكن النبي حاله ليس كحاله، النبي حاله حال كمال، ولذلك هذه القصة هي تفسيرها غير صحيح وروايتها لا تلزم النبي لأنها ليس من حكايته، وإنما محكية بالظن الذي في ذهن الراوي وليس بحقيقة النبي. Begitu juga Az-Zuhri meriwayatkan kisah Nabi SAW ketika terputus wahyu dan naik ke gunung seolah-olah merasa tidak senang ataupun merasa kecewa dengan tidak diturunkan wahyu lagi. Maka itu sebenarnya adalah gambaran daripada Az-Zuhri sendiri yang memahami situasi itu begitu. Sebenarnya tidak begitu, para rasul tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada pun di mana-mana secara zahir nas yang menyebut Nabi SAW itu panjat ke bukit itu dengan apa-apa sebab yang khusus. Maka tidak boleh difahami dengan cara yang menisbahkan kekurangan kepada Nabi SAW, seolah-olah Nabi itu sedang kecewa dan ingin menyendiri kerana terputusnya wahyu. وأما الحديث إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة فالعدد للاستغفار لا للغين،
وكان صلى الله عليه وسلم حاضر القلب مع ربه دائما مع ما كلفه به من حمل الأمانة والنظر في مصالح العالم وكل ذلك من الطاعة، لكنه رأى مشاركة قلبه لسوى ربه نقصا من رفيع مكانه فاستغفر الله من ذلك. حديث الغين إنه لا يغان على قلبي فهمه البعض على ظاهره أيضا بأن النبي يصيبه ما يصيب المؤمنين من ران القلوب ومن ظلمة الباطن، وهذا غير صحيح. وعندما استشكل هذا الحديث سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقلت له: يا رسول الله، أنت تقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. قال: يا علي، إنه غين أنوار لا غين أغيار، أي لا يتغير قلبي بغير الله. وهذا الغين الذي أذكره في الحديث هو نور، يعني تجليات من الله تنزل علي، فإنه لا يغان على قلبي، أي إنه لا يتنزل علي أنوار بعد أنوار بعد أنوار، فأخشى عليكم من شدة هذه الأنوار إذا نظرتم إلي، فأستغفر الله، أي أطلب من الله أن يخفي هذه الأنوار عن نظركم حتى لا تفتنوا، لأن الغفر معناه التغطية، فإذا استغفر فالغفر يعني الإخفاء. من فعل كذا غفر الله له، يعني خبأ له عطاء وجزاء يوم القيامة. فالغفر هو التخبئة وهو التغطية، فطلب النبي من ربه أن يغطي عطاءاته له حتى لا يفتتن الناس بشدة أنواره. Itu juga hadis Nabi SAW menyebut hati baginda itu ada suatu selaput yang ditutupi oleh ghain ataupun sesuatu yang menutup ataupun selaput ataupun kabus ataupun kabut dan sebagainya yang menutup hati. Maka para ulama mengatakan itu tidak sama seperti perkara-perkara yang menutup hati manusia dalam bentuk kekecewaan, kesedihan ataupun yang mengganggu hubungan konsentrasi Nabi SAW kepada Allah, tetapi yang menutup hati Nabi SAW satu keadaan sehingga Nabi beristighfar dan minta ampun, itu ialah ghain an-nur, maknanya satu selaput cahaya, bukan selaput kegelapan yang menjauhkan Nabi daripada Allah, tapi malah mendekatkan Nabi SAW kepada Allah sehingga Allah tutup balik yang terbuka itu agar Nabi SAW itu tidak menceritakan perkara-perkara yang gaib dan sebagainya yang tersimpan di ilmu Allah SWT yang asalnya dibukakan kepada Nabi SAW. Maknanya Nabi istighfar dan sebagainya itu istighfar yang sempurna kerana menyaksikan apa yang asalnya rahsia lalu dibuka oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW. وأما قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية، فهو افتتاح كلام مثل أعزك الله وأصلحك الله. وقال بعضهم من ظن أن العفو لا يكون إلا عن ذنب فإنه لا يعرف لغة العرب. وقال السمقندي لو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه. وقال نفطويه أخبره الله بأنه لو لم يأذن لهم لقعدوا وإنه لا حرج عليه في الإذن. وأما قوله صلى الله عليه سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فمعناه أن الله أخبره بالتثبت والعصمة وفيه من التعظيم ما لا يخفى. وأما حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة فالصحيح أنهم معصومون أيضا. وأما هذا تجد السلفيين عندما يتكلمون عن النبي يقولون هذه الآية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي يقولون بأنك دائما في خطر وقلبك في إيمانه ليس مضمون، وأنك في أي لحظة يمكن أن تكفر أو تشرك أو تموت على غير الإيمان. حتى النبي معرض لذلك، ثم يأتون بهذه الآية
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقالوا انظروا إلى النبي كان سيذهب إلى الشرك والكفر لولا أن الله أدركه، فكيف حالنا نحن؟ هكذا يحكون السياق. وهذا كلام فيه فسق وكفر وإزراء بحال النبي المعصوم الذي لا يطرأ على قلبه هذا أصلا، إنما يتكلم الله عن شيء آخر. يقول الله له ولولا أن ثبتناك، أي قد سبق التثبيت منا لك يا محمد، ولولا تثبيتنا السابق الذي هو عصمتك لكنت ركنت إليهم، لكننا إذ ثبتناك بالعصمة فإنك لا تركن إليهم أبدا. Jadi dalam ayat Allah SWT sebut kalau bukan dengan pemeliharaan Allah kamu akan cenderung kepada keburukan dan sebagainya. Itu sebagaimana difahami dengan salah oleh ayat itu. Ini satu perkara yang tidak boleh diterima oleh penafsiran yang sewajarnya, kerana sebagaimana disebutkan syarat untuk menafsirkannya itu perlu bersesuaian dengan kesempurnaan Nabi SAW dan tidak mengisyaratkan kepada kekurangan baginda SAW. Maka ayat dan ayat itu menceritakan tentang inayah Allah sejak azali, yang Allah SWT mengatakan memanglah kalau kamu itu tidak diberi inayah pemeliharaan Allah yang azali, kamu boleh berlaku macam orang lain, tetapi itu tidak mungkin berlaku kerana memang sudah diputuskan oleh Allah SWT sejak azali bahawa Nabi para Rasul ini tidak akan ke arah itu sama sekali. Bukan maknanya Nabi itu boleh berlaku keburukan ataupun kepincangan, tetapi Allah yang memelihara ketika itu. Tidak, memang asalnya tidak akan berlaku sama sekali sejak dalam kehendak Allah yang azali, dari sisi ilmu Allah yang azali. Wa amma qaulul Khalil sallallahu alaihi wasallam 'inda istidlalihi bil kawakib hadha rabbi, fa ma'nahu annahu qalahu tabkitan liqaumi aw annahu hadhafa hamzat al istifham ay hadha rabbi. Qala az-Zujaj rahimahullah wa ka qawlihi ayna syurakai أي عندكم. وأما قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين قاله إشفاقا وحذرا وإلا فهو معصوم من الأزل. وأما قوله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فالعود فيه بمعنى الصيرورة. وأما قوله في قصة موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقال الأزهري وأنا من الناسين، ومنه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما قوله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالمراد بالإيمان هنا الفرائض والأحكام. وأما ما يتعلق بالدنيا فما كان منها من أمور الدين فكانوا عالمين به، وما كان متعلقا بالملكوت وأمور الآخرة وأحوال السعداء والأشقياء فهم على غاية اليقين مما أوحي إليهم فيه إلا ما استأثر الله به. وأما عصمتهم من الوسواس ففي الدارقطني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم بفتح الميم أي انتقل من الكفر إلى الإيمان فصار يأمره بالخير وبضمها أي فأسلم أنا منه. وقد تعرض له صلى الله عليه وسلم الشياطين في غير موطن فمحاه الله منهم. وأما قوله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فهو راجع إلى قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالمعنى أن يحملنك غضبهم على ترك الإعراض عنهم فاستعذ بالله سبحانه. وقيل النزع أدنى الوسوسة وهو التعرض، ولم يجعل الله له عليه قدرة لأكثر منها عصمة الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سبحانه وتعالى في قصة أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
والمراد به ما وسوس به أهله. قيل إن الشيطان قعد على الطريق في صورة طبيب فأتته امرأة أيوب فقال له: ها هنا إنسان مريض، فهل لك في مداواته؟ قال: نعم، ولكن بشرط أن يقول: إذا برئ أنت شفيتني. فأخبرت أيوب بذلك فقال: ويلك، ذلك الشيطان. لله علي أن شافني أن أجلدك 100. فأوحى الله إليه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض فنبعث عينا فاغتسل منها فصحى. فقال الله سبحانه وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فجمع 100 شمراخ وضرب زوجاته بها واحدة. وأما الحديث الوادي الذي نام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وقال: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فأجيب عنه بأنه ذكر الشيطان تنبيها على علة ترك الصلاة بالمنزل، وإن جعلناه سبب النوم فقد جاء مبينا في بعض الروايات أن تسلطه إنما كان على بلال. وأيضا فإن رؤية الشمس من وظائف البصر، والقلب وإن كان مستحضرا فلا تنافي حديث: تنام أعياننا ولا تنام قلوبنا. وأما الأقوال فأجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما طريقته البلاغ في الرضا والغضب، لا يقع منه خلفا لا عمدا ولا سهوا. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ورد مما يوهم خلاف ذلك فمردود. وأما حديث السهو الذي أخرج الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من الركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس. وفي الرواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. فأخبر بنفي الحالتين. فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده، أما إنكار القصد فحق، وأما النسيان فأخبر عن ظنه أيضا وهو الصدق. قال القاضي رحمه الله: والذي اختاره أن قوله لم أنسى إنكار لللفظ كما ورد في الحديث: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. فأنكر أن النسيان من قبل نفسه، وأنكر القصر بناء على ما يظن حتى يتبين له بسؤاله. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، لأن النسيان غفلة يذهب بها الذكر، والسهو شغل بشيء عن شيء، فكان يشغله عن بعض حركات الصلاة شغله بها لا غفلة عنها. وعلى هذا لا يكون في إنكاره صلى الله عليه وسلم خلف. وأما حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا 3 كذبات: 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكان أحسن الناس، وقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي. والجواب أن هذه الكلمات من المعارض التي فيها مندوحة عن الكذب. أما قوله إني سقيم فقيل معناه سقيم القلب بما أشاهده من عنادكم، وقيل بل كانت الحمى تأخذ عند طلوع النجم فلما راه اعتذر بعادة أن الخروج إلى عيدهم. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فقد علق خبره بشرط نطقه، حيث قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه. وأما قوله أختي فقد بين في الحديث. وأما تسميته صلى الله عليه وسلم كذبا في الحديث فمجاز، أي لم يتكلم في حياته بكلام صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه.
وأما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره، فمعناه أنه كان يعرض بذكر موضع آخر، وهذا ليس فيه خلف، لا أنه يقول تجهزوا إلى غزوة كذا مثلا فيكون خلفا. وأما ما في صحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس كذلك، فأجيب عنه بأن موسى عليه السلام إنما أخبر بما يعتقده لأن حالة الاصطفاء تقتضي ذلك. وقد وقع في هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم أحدا أعلم منك، فأجاب صلى الله عليه وسلم بحسب علمه وقد خبر حقا وصدقا، وإنما عتب الله عليه لأنه ربما اقتدى به من لم يبلغ درجته فيهلك عجبا. وبقية الحديث مشهورة في الصحيحين وغيرهما والله أعلم. وأما ما يتعلق ما بالجوارح يتعلق بسيدنا موسى في قوله لا أعلم أحد أعلم مني، له علاقة بشريعته. هل تعلم أحد أعلم منك في أي شيء؟ أي فيما أرسله الله، أي في شريعته، فهو رسول الشريعة، فلا أحد أعلى من سيدنا موسى في شريعة سيدنا موسى. وذلك صدق قول سيدنا موسى لا أحد أعلى مني، لأن سيدنا موسى لا يخطئ معصوم، لكن الله عز وجل قال له عندي عبد آخر علمته ما لم أعلمك، أي في شريعتك، فاذهب فتعلم منه ما ليس عندك في شريعتك. هذا قول منفصل عن جواب سيدنا موسى، وليس تبكيتا ولا عتابا لسيدنا موسى بأنه قال إني أعلم، هذا فقط زيادة تعليم ومكافأة لسيدنا موسى بتعليمه ما ليس عنده. Dalam kisah Nabi Musa AS ketika dikaitkan dengan menjawab aku yang paling tahu, dan ini perkataan yang betul kerana memanglah Nabi Musa AS yang paling tahu berkaitan dengan syariatnya sendiri. Tak mungkin ada orang yang lain lebih tahu tentang syariat Nabi Musa berbanding baginda. Adapun Allah suruh pergi bertemu dengan Nabi Khadir, itu ialah untuk menambah pengetahuan daripada syariat yang lain. Itu minbab dari sisi menambah pengetahuan yang sebelum ini Nabi Musa tidak tahu. Bukan untuk menafikan pendakwaan bahawa Nabi Musa mengatakan dia yang paling tahu tentang syariatnya. Itu betul, jawapan yang betul bagi pihak Nabi Musa AS berkenaan dengan syariat baginda AS. وأما ما يتعلق بالجوارح فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر، واختلف في الصغائر، والحق أنهم معصومون منها أيضا، كما قاله طائفة من السلف والخلف مستدلين على ذلك بأن مأمورون باتباع أفعالهم وامتثال أوامرهم، وكيف يمكن الاقتداء بمن لا تتميز أفعاله من القربة والمعصية، ولا يصح أن يؤمر أحد بامتثال أمر يحتمل أن يكون معصية. قال القاضي رحمه الله والاجتماع على أن النبي لا يقر على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئا وسكت عنه دل جوازه، وقد علم من حال الصحابة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم حتى إنهم نبذوا خواتمهم حين نبذ خاتمه وغير ذلك، وكان أحدهم يقول رأيت يفعل كذا. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا. وهل الاقتداء بفعله واجب أو مندوب أو مباح؟ أقوال. وأما المباحات فهي جائز ووقوع منهم، إذ ليس فيه قدح منهم إلا أنهم لما أشرق في صدورهم من أنوار المعرفة لا يأخذون منها إلا الضروري، وما كان بهذه الحالة التحق بالطاعة والقربة. وأما عصمتهم قبل النبوة فاختلف فيها، وصحيح تنزههم من كل عيب. Syekh, ini kita tangguh dulu. Wa amma ismatuhum qabla nubuwah. Baik, sambung nanti. Wa ikhtalafa hal kana nabi di sinilah. Ini dah baca belum ni? Wa sahih tanzihum an
min kulli aibin. Muka surat 131. Betul. Wa ma ismatuhum dah baca dah. Habiskan ni. وأما عصمتهم قبل النبوة فاختلف فيها والصحيح تنزههم من كل عيب. Baik, sambung sebelah ni. Barakah insya-Allah.